أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا المحترمين أينما كنتم. مرحبا أهلا وسهلا في المباراة الثانية في هذه المجموعة الخامسة في نهائيات كأس إفريقيا بين بوركينا فاسو والجزائر من أجل ورقة التأهل مباشرة قبل المباراة الثالثة. بوركينا الفائزة في لقائها الأول على غينيا الاستوائية 2-1، والجزائر المتفوقة على منتخب السودان الفائز قبل هذه المباراة بجدارة واستحقاق وبروعة على منتخب غينيا الاستوائية ب1-0 يضمن بقاء حظوظه من أجل التأهل إلى الدور الثاني من هذه المسابقة. طبعا لن نبدأ بتشكيلة المنتخب الجزائري لأنه المنتخب الجزائري في بلده على أرضية ميدانه وأمام جماهيره. نبدأ بإكرام الضيوف. ضيوفنا اليوم هم بوركينا فاسو الذين يلعبون اليوم بيرفي كوفي في حراسة المرمى، ستيف ياغو على الجهة اليمنى، أرسن كواسي على الجهة اليسرى، يوسف دايو مع تابسوبا في وسط الدفاع، سانغاري مع ويدراوغو وزوغرانا، ثلاثي الخط الأمامي بيرترون تراوري، دانغو وترا وبيير كابوري. في الجهة المقابلة المنتخب الجزائري بلباسه الأبيض، لوكا زيدان في حراسة المرمى. مش عارف إبراهيم يبحث عن المراوغة، مازا دخل، مازا تسديدة من مازا، أول تسديدة من إبراهيم مازا الولد عمره. كواسي مدافع نادي لوريون، الكرة بعيدة من هنالك، حذاري هشام، يا رامي، يا رامي، يا رامي، يا رامي، يا رامي، يا رامي. وقف في فار، في فار، في فار، في فار. لا 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 ولا شيء، لا 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 ولا شيء، ولا شيء، ولا شيء، لا ولا شيء. في الوسط نعود نكررها، مباريات الكرة اللي حب يفوز بها على مستوى لشرقي، هاي ممتازة الكرة لعمورة، عمورة 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 عمورة، وتغطية دفاعية من ادموند تابسوبا، هذا اللي يلعب مع المطلوب. عيسى كرة بعيدة من هنالك لرياض، ولكن حجام يخرج بالكرة. حجام نائب نادي يونغ بويس السويسري يحصل على خطأ هنا بعد هذا التدخل من قبل غوستافو سانغاري. يا بطاقة صفراء اليسرى. اصلا كنا نلعب ب4 مدافعين في الخلف تقريبا. رايان ايتنوري يدخل، رايان البوركينابيين، الكرة البعيدة من هنا ولا واحد. رايان ايتنوري الكرة الان، رياض في المراوغة، رياض وترى ينطلق والتوزيعة، هيلا الكرة، كرة ممتازة والتغطية ممتازة. يلا بعد هذه مازا، هشام وريان، اوي ركلة جزاء، هشام وريان وركلة جزاء. يا سلام، كر وفر. بدأنا بالبداية بشويش طلعنا ودخلنا وتحصلنا على ركلة جزاء يعلن حكم المباراة الغاني دانييل الريي. هاي الإعادة من هيسي رياض على يسار الحارس، يا رياض على يسار الحارس، على يمينه، جول يا رياض، جول يا رياض. 1-0 للخضر يا مجر، 1-0 للمنتخب الجزائري امام بوركينا فاسو من امضاء رياض محرز الذي يسجل 3 اهداف في البطولة. رياض محرز الذي يسجل الهدف التاسع له في نهائيات كاس افريقيا. 1-0 بعد 23 دقيقة لعب للمنتخب الجزائري. جول يا رياض، جول يا رياض، جول. بدينا المباراة مليح، او بالاحرى المنتخب الجزائري بدا المباراة مليح. هاي شوف الضربة، ضربه صح. شفتوا فيها كثير تفاصيل وجزئيات يشوفوها حكام المباريات. رياض محرز اختار ان ينفذ ركلة الجزاء من تراوري، صعبة من تراوري، ارضية. لما يقتربوا يخرجوا لهم في خطأ. ناقص منافسة يا ريان، التغطية هنا من عيسى مندي، وصلت لرياض، لعبها مع ابراهيم مازا وخط. يسمع لكل هذا الكلام الذي قيل. عمليات وتخرج من عيسى مندي بروعة هنا. حكم خلى اللعب والتسديدة بعيدة فوق مرمى الحارس. زيد أكل منها، كرة صعبة للبوركينابيين، صعبة الكرة هذه. زيدان بيسرى، عيسى مندي من هنالك للشرقي على الجهه اليمنى، شرقي عمورة مازال، عمورة بعيدة كثير بالراس، استرجعت مرة ثانية تسديدة ومرة سلامات. حكم يحتسب ضربة مرمى بعد هذه الكرة من قبل بيير كابوري. تراوري يلعبها بينية في العمق، يلا يا رامي، استرجعهم
رياض كرة مرفوعة القائمة الأول راسي رياض خطأ لصالحه رياض وخطأ لصالحه كانت ملعوبة من بلفة رياض محرز يضرب الكرة رياض ولا والكرة تضرب في الجدار وتروح ركنية منه عرضية الكرة لصالح عناصر المنتخب البوركينابي إبراهيم وعمورة الصغيران القصيران من هنا بطيرة للمنتخب البوركينابي تلعب خارجة رياض ركنية بعيدة يرجع لياغو يرفع كرة راس جول الكرة البعيدة حذارية شرقي راحت سهلة لزيد كرة في المخالفة لمنتخب بوركينا القائمة الأول تغطية دفاعية يرفعها بعيدة في القائمة الثانية بعيدة كثير التغطية من شرقي القائمة الثانية راسي خرجت سلامات هذه الكرة وسلامات مرة ثانية ضربت في القائمة الأيسر شفتوا الاندفاع والقوة والحرارة الكبيرة شوف ارتقاء رائع جدا من هنالك بواسطة رياض وعمورة محمد يا عمورة ضاعت الفرصة فرصة جول ثاني لعمورة بعد الهربة من رياض إبراهيم مازا إبراهيم لا كاد ياتي الجول الثاني إبراهيم وبغداد وعيسى من إبراهيم لبغداد لعيسى كاد ياتي الجول الثاني هاي اللعبة من إبراهيم لبغداد لا مع ذلك رجعها بغداد إبراهيم مازا هذه بعد السنتين وبعد ثلاثة يا إبراهيم هذو تسجلهم الأهداف طريق اللعب سونغاري كرة البعيدة من هنالك يا رايان بغداد يحاول يمر بغداد مازال هذا البلبيل في صناعة الفارق هاي بالغالية توزيعه على الجهة اليسرى حاولت المرور بوركينابية 4 لاعبين تغطية من المدرب كرة ملعوبة في القائمة الثانية بعيدة راسي أول رأسية أنا من زندين بالعيد منتخب البوركينابي من هنالك تلعب بينية اسماعيل إبراهيم كواسي والتوزيعة بعيدة في القائمة الثانية ريان في التغطية بكرة في المخالفة مرفوع القائمة الأول رأسية من هنالك بالمباراة تلعب من هنا على الجهة اليسرى اسماعيل بن ناصر بروعة رياض محرز انطلق على الجهة اليمنى مع شرقي تلعب في هشام بوداوي رقم كورتو رجع لطاب صوبا تقدموا الآن تغطية دفاع أو دراوغو كرة البينية سهلة عمورة مازال عمورة يرجع للخلف لرايان تبع ما زالت الكرة بوركينابية يرجع من هنالك تراوري الجهة اليسرى وترى وراس الحربة كابوري والكرة من شرقي أنا ما فهمت التغيير هذا صراحة تراوري يلعبها من هنا على الجهة اليسرى هي صعبة مرة سلامات خلاها خرجت زيدان هذه الكرة نعم سنعاني لعبها من هنالك بروعة لإبراهيم يحاول يمر إبراهيم ضيع في القائمة الثانية لبغداد الدفاع حنبورة يلعبها من هنالك لبغداد تعب شوية بغداد على الجهة اليسرى تلعب لمونونغو وتغطية كرة من هنا على الجهة اليسرى صعبة لصالح منتخب البوركينا يا بالغالي بعيدة من هنالك رايان في التغطية خليها يا رامي على الجهة اليمنى وترى رايان وترى راح هنالك عمورة إبراهيم هايلة من بغداد أول جول يا هشام كرة من بالغالي لهشام في القائمة الثانية رايان كاد ياتي الجول الثاني اخرجها الحارس باعجوبه وينقذ مرماه لا ريان الكرة سلامات مرت على مرمى الحارس كوف يلعبها مباشرة لمينونغو بالغالي تلعب في العمق والتغطية من هشام والله يا هشام شابو رايان ايت نوري ينطلق مع بغداد رايان ولعبت على الجهة اليسرى هي صعبة مرت سلامات على زيدان راح ندخل 10 دقائق الأخيرة من عمرهم تعبتني أنا المباراة أكيد تعبتكم فما بالكم باللاعبين تعبتهم واو إن شاء الله توجد صيدلية فاتحة اليوم الأحد تراوري مر خطيرة الكرة هذه خطيرة عرضي اسماعيل بن ناصر يرفع المخالفة سهلا